الخير عليكم جميعا. الساعة دلوقتي 7 أو 8 الصبح، وهنعمل انبوكسنج لأكتر هدية أنا متحمس لها، جات لي في التخرج بتاعي، فقلت لازم أعملها انبوكسنج معاكم. طبعا انتوا الهدية باينة قيمتها وجمالها، فقلت نفتح سوا بقى مع بعض. طبعا قصد أصور فيديو في البلكونة عشان نشوف بقى عزل الصوت هيكون عامل ازاي. بيقعدوا يخبطوا كده الأول، معرفش ايه السبب بس بيخبطوا كده الأول. خلاص خبطنا، نفتح بقى. الموضوع كبير، احنا هندخل الأوضة بقى عشان نفرش فرشتنا. مبدئيا مع الكتالوج بتاعه بقى وطريقة تشغيله والحاجات دي، وبعدين كمان ستيكرز للمايك، يعني حاجة جامدة موت. بيجي معاه وصلتين، وصلة للتايب سي ووصلة للاي او اس، ودي ميزة كبيرة عشان انا واحد من الناس غيرت من اي او اس لاندرويد، فالمايك بتاعي كان ينفع الاي او اس بس، فدي يعني فكرة هايلة في اي مايك عامة. انا مش عارف قلت لكم ولا لا، بس انتوا كده خدتوا بالكم، ده اللي هو ليلاند الدارك ام 2، فبجد اكيد انتوا بتشوفوا الريفيوز بتاعته، حاجة تحفة بجد. نيجي بقى للمايك نفسه. انا مشفتوش بس انا منبهر لما اشوفه. واو، هما اتنين عشان لو انا حابب اعمل مثلا بودكاست او مع حد اعمل فيديو. ولا ايه ده؟ ايه مش عارف، المشكلة ان انا لسه مش حافظ اي حاجة. هو غالبا كان اشتغل لان هو نور من هنا. طبعا اكيد كمان في وصلة للكفر ده عشان يشحن. يا جماعة الحقوا، انا بفتحها بص لقيت ايه. واو، دي اللي هي بتعزل الشوشرة، اللي هي الفروة دي. في واحدة كمان، ودي الوصلة بنشحن بيها الكفر زي الايربودز كده. بتاعت ايه دي؟ اكيد حاجة لو بقى للكاميرا، اكيد ده معناها. ولا ايه ده؟ انا ما عنديش اي فكرة ايه كل ده بجد. المايك تقريبا في مقاس الجنيه. ده بقى الماجنت بتاعه اهو. المفروض بقى ان انا اركبه دلوقتي في التيشيرت من هنا عشان اقدر اتكلم بيه. اشيل بس البتاع اللي فوق ايدي. المشكلة بقى انا مش عارف ازاي عارف ان هو اشتغل، فنجرب دلوقتي. انا بتضايق اول ما بفتح حاجه، بانبوكس حاجه، بتضايق اول ما بقطع الورق بتاعها. ما حدش يسالني ليه، بس بحس ان حاجه لازم تتعين كده بحاجتها. هحطها بقى في الفون واشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا جماعه، هو انا حاولت اشغله معرفتش، فتقريبا حسب ما فهمت هو عايز يشحن، لاني حاولت، فلما جيت اشيله عملت احمر، فاعتقد عايز يشحن. بس انا بستكشف الحاجات دي معاكم، انا ما اعرفش وما دخلتش على ريفيوز عليه بصراحه قبل، يعني ما اعرفش اصلا التوتوريال بتاع تشغيله ايه، انما انا عارفه عادي كمايك. فهشوف كده بقى، وهشوف هرجع لكم بقى امتى في اليوم. يبقى هنركبها هنا وكده المايك بقى شغال. كل الموضوع حرفيا شحنته يا دوبك 5 دقايق بس بالظبط واشتغل. انا بقالي ساعه من ساعه ما قفلت معاكم عمال ادور على طريقه وتوتوريال ازاي اشغله. كل الموضوع ان هو كان عايز يشحن مش اكتر. هبقى اجرب بقى التاني. وده ريسيفر، عرفت ان ده ريسيفر بيبقى للكاميرا، وكمان في كابل هنا لسه موريهولكم، ده برضه يخص الكاميرا، مش عارف راح فين. دول يخصوا الكاميرا. الفام صور بالموبايل عادي، وزي ما قلت لكم ده لو اي او اس او ايباد وكده. وده مشبك، ده مشبك. وهنا بقى في السلسله اللي انا ممكن البسها. استنى اوريكم ازاي. طبعا جودة الصوت باينه.
جاي معاه سلسلتين بحيث ان انت لو حاب يعني لو الناس حابة تسجل مع بعضها. هو ماجنت. الموضوع بجد مهتمين بكل التفاصيل بأمانة. على فكرة دي أحلى هدية جاتلي في حياتي. المفروض كمان إن هم قالوا إن هي قوية جدا، فهي مستحيل إن هي تقع من الشخص، تتوسع وتضيق أهو. ممكن بقى احطها تحت التيشيرت فما تبانش، فيبقى الموضوع الطف بكتير. فالمفروض انتوا سامعين صوتي كويس برضو. فانا هشوف انا لسه اصلا هتفاجئ معاكم الصوت شغال ولا لا، بس انا متاكد ان هو شغال لاني جربت كده اتاكد من الموضوع فلقيته شغال. في حاجه وقعت هنا فتحفه. في واحد تاني جاي معاه وزي ما قلت لكم ده بتاع الريسيفر بتاع الكاميرا. فقلت اعمل معاكم انبوكسنج ليه. شكرا جدا بابا وماما ان هم جابوا لي حاجه حلوه زي دي، وبجد هتشجعني ان انا اكمل صنع محتوى. انتوا كمان ما تنسوش تشجعوني وتتابعوني عشان اتشجع ان انا اعمل لكم فيديوز اكتر واكتر بالمايك الجميل الجديد ده. انتم سامعين فرق الصوت صح؟ لا بجد في فرق صوت رائع. اصلا هو في نويز كانسليشن، فبيقول لنا احنا لو دوسنا على الزر الاصفر ده بيعمل نويز كانسليشن في البلكونه. المفروض دلوقتي الصوت يهدى اكتر ما هو هادي كده. اعتقد كده بقى في هدوء رهيب. استنوني في ريفيو اقوى من ده بعد ما اتعود على المايك اكتر من كده. هعمل لكم فيديو كمان احلى من ده. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.